الحته دي مضايقاني قوي. البيت لوحده حدث منفرد تماما، يعني حاجه لوحدها تتسمع وانت فاهم وتفايب وتهايب وتعمل اللي انت عايزه، تشرب تعمل اللي انت عايزه. مروان بابلو برضه حاطط لك سقف كده، انت فاكر انه مش هيعديه بس فجاه كده عداه. لا وفجاه من حيث لا تدري الالبوم بقى حلو سبحانه. اسمع النكته دي، بيقول لك مره مروان بابلو بقى ينزل تراكات كتير قوي. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم فيديو جديد اهو. ثواني بس انا فوق بس واجيلك خلص ضحك. زي ما انت شايف يا زميلي، احنا داخلين نتحنك على تراك امان لمروان بابلو. انا فرحان ان مروان بابلو نزل الالبوم، بصراحه فرحان لان انا اخيرا هنزل فيديوز على انا هحلب الالبوم ده، انا هحلبه، انا قتيله. فلايكك وسبسكرايبك الحاجات الحلوه دي اللي انا بقول لك عليها انك تعملها دي وانت ما بتعملهاش خالص دي، عارفها دي. يعني خليك فاكرها، يعني لو حبيت تعملها في وقت ما. ويلا بينا نخش بالفيديو. المفروض ان تراك امان يا زميلي اللي في الالبوم ده المفروض انه انترو، يعني حاجه اللي انت بتغير ريقك وتدخل على الالبوم على طول، حاجه انت فاهم تستفتح بيها، تدخل تسمع تسيب الدين تطلع تاني. ايه مروان بابلو حلو، يغيب تاني يرجع تاني بالبوم. ايه مروان بابلو حلو، يعني عارف انت. فالمهم يعني التراك امان ده انت بتستفتح بيه الالبوم، وتعالى ندخل نسمع ونتحنيك على التراك ونشوف هو بيقول ايه. يا جدعان لا لو حد شاف حاجه كده والله. بعمل لو مش مستني الإشادة، بحب حاجات كتيرة وندمان للأمانة. ده بحس مروان بابلو نايم في أول المرات اللي بيقولها دي، بس بصراحة الفلو جاي معايا سكة، ما اكدبش عليك، يعني الفلو عاجبني، والحالة الهادية اللي هو داخل يعني عجباني بصراحة. يعني مش عايز أوصف لك أكتر لأن فعلا التراك حلو وأنت محتاج تدخل تسمعه، بس ما تسمعوش من سماعة أو تليفون، يعني حاول على قد ما تقدر برضو تسمعه من هاند فري ايربودز. لو أنت غني يا فشخ ومش عايز تعمل لايف، يعني والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. دورت على السلام بس مقتولة اليمامة، اتفرجت على اللي بيحصل لقيت الأيام متعادة. مروان بابلو طلع انه بيدور على السلام بس اليمامه مقتول، والمفروض ان اليمامه دي اللي هي الحمام البيض، عارف انت الحمام الابيض ده اللي بيطير بقى علامه السلام، مقتوله. انت يعني تخيل انت واحد بيدور على السلام في حرس، انت وقعت في حرس يا ابني تيجي. بطلت الانبهار بطلت الانتظار. ماشي انا ما عنديش مانع والله عادي، يعني ما تنبهرش براحتك لان كل حاجه بقت جسيم، واحترس من الانجليزي بتاعي عشان هغز. خد بالك انا نيجا، والله انا نيجا وابن نيجا. فكرت فيها كويس مش هيفيد الانتحار. هنا بيقول لك ايه، بطلت انبهار بعد كده بطلت انتظار، فكرت فيها كويس مش هيفيدني الانتحار. ليه يا اسطى انت يعني انت ليه فكرت في الانتحار يعني لا وانت جاي تتاكد في التراك ان الانتحار مش هيفيدك. انا عايزك تتخيل معايا واحد زي مروان بابلو، شهرته في صيته وانت فاهم والفلوس والاجواء والحفلات والتراكات والناس والحاجات دي كلها، يعني لحظه جد كده بس وتخيل معايا واحد بيفكر في الانتحار، واحد شبه مروان بابلو قال لك لما فكر فيها ما جاتش معاه سكه، ما لقاش الفكره حلوه. يا جدعان انا مش عارف اوصفها. والله مش عارف اوصفها من الاجواء لبش محتاج اخبي 9 بس توب مش توبي لقيت كل الهدوم دي وسخ. المهم تعال نشوف بقى مروان بابلو هنا بيقول لك ايه، الاجواء دي لبش محتاج اني اخبي 9. يعني ايه انا مش عارف، ما اكدبش عليك. جانا انا بقى ان السبق باقي لسه، كان لازم ادوس عشان مش لنفسينا بنسعى. جانا نبأ ان السبق باقي لسه، تمام؟ يعني المفروض اللي سبق كان النبأ، لا انا بقول لك ايه، جانا نبأ ان السبق باقي لسه، كان لازم ادوس عشان مش لنفوسنا بنسعى، مش لنفسنا بنشتي، فما فيش على المهل اللي جاي فيما بعد ما يكفينيش بنك يا زميلي اقسم لك. فما فيش علامة الجاي فيما بعد ما يكفيش بنك زميلي اقسم لك انك والله العظيم ابو المصحف كمان عشان تبقى مصدق. بصراحه حلوه انك لو ناوي تنزل الفتره اللي جايه ما تغيبش بين التراك والتراك حرفيا سنه، بيكون اعتزال والله. بعد الالبوم هتلاقي نام، يعني كل سنه وانت طيب كده، هيجي لك العيد اللي جاي ان شاء الله كده. لبش محتاج ان اخبي دول، فكك من الديور واللوي فيتون حلمت بيه. انا يعني دول ماركات بره عني ماليش دعوه بيهم، انا بسمع عنهم وبصراحه بسمع عنهم واشوف الناس لابساهم، لكن بصراحه ان انا اتحسس ماركه منهم لا مش جاي معايا. مش انا اللي ممكن البس حاجه زي كده مع ان عندي ترنج اسمه ديور، يعني مكتوب على ديور. والله ما حلمتش بيه
في كل الحالات انا ماليش ان اشتكي. هنا ملوش انه يشتكي بالظرف اللي هو ممكن يكون بيعدي بيه ومحدش عارفه، فهو هنا مش عايز يشتكي على المايك، يعني مش عايز يوجع دماغنا بانه يشتكي، بس عايز ايه يديك حاجه حلوه. او ده اللي انا فهمته، او دي الحنكه الفارغه اللي انا ممكن اقولها. انت ممكن ما تتقبلهاش، تتقبلها تعمل لي لايك، اكون بحبك فشخ. انا حاسس ان قلت جمله كبيره دلوقتي. المهم يعني لو ما كانش في مايكات حولنا الجروح رايمات، يا ترى كنا نبقى فين؟ شوف بقى الحته دي اللي هي طالعه من جوه كده، طالعه من جوه كده من مروان بابلو كده، عارف انت من الاحاسيس، من الحته اللي فيها الاحاسيس دي. يقول لك لو ما كانش في مايكات حولنا الجروح رايمات. ما عرفتكش انا كده بتاع المهرجانات، انا ما عرفتكش. ده بمعنى صح، يعني لو ما كانش فيه المايك اللي هو بيعبر من خلاله عن اللي حاسه، فكان موجود ساعتها ورقه وقلم انه يكتب اللي حاسه. وبالعكس هو حاليا موجود الاثنين، فهو برضه بيرازينا. انا متقبل كل المرازيه اللي ممكن تيجي من مروان بابلو بصراحه، مروان بابلو او ويجز او ابي يوسف. انا دول بصراحه اكتر ثلاثه بحبهم، وبصراحه اكتر واحد بحبه هو ابي يوسف. ده بره عن اي حد تاني، بره عن اي منافسه، بره عن اي حد يا زميلي. ما حدش يجي معاه سكه، ما حدش. ابيو اتز راب جاد ان ايجيبت يا ولاد الانعام. تسألنيش بكتبش الكلام، فكك انا مبغنيش 10 سنين في المبنى براب لسه كني معيش. بما ان ده انترو اصلا، فهو هنا بيقول لك انه عطشان راب. بقى الراجل بيراب كانه معهوش، يعني معهوش اي حاجه، معهوش. انا مش عارف اقول، انا نفسي بيتقطع. يخرب بيوتكم انتوا بتعملوها ازاي؟ بقى صح، الراجل لسه عنده كتير ولسه هيقدم كتير، وانت فاهم هتشوف عظمه جايه. زميلي بص بقينا فين، فانوس من غير الجين. من اكتر الحاجات بصراحه اللي ممكن تثير فضولي وتخليني ارجع للبر اللي قال فيه حاجه معينه سادت فضولي، وارجع ابص عليه واسمعه تاني وتالت ورابع، لدرجه انه يبقى جلد ذات بالنسبه لي، وادخل اسمع واشوف هو كاتب كده ليه اصلا، ببقى مش عارف. فالمهم يعني البارات دي بتعبر لك عن جلد ذات انا عشت فيه، وانا بسمع التراك ده كذا مره. انا عدت البار ده مليون مره وما اعرفش عدته ليه، بس كان جلد ذات بالنسبه لي ومستمتع. ما اعرفش بقى مزوخي ولا المهم يعني بيقول لك ايه هنا بقى، زميلي بص بقينا فين، فانوس من غير الجين. خدت بالك؟ جين تيجي مع فين، مع انه عادي فشخ لو كان قال جني والفلو هيظبطها، الحاجات دي بتظبط مع بعض، والله العظيم. انا ممكن ما اعرفش اشرحها لك، بس انا واحد عشت او عاصرت او شاركت في اغاني كتير جدا، انا كنت بهندس صوته اصلا. لو ما تعرفش الحوار ده اصلا فانت جديد في القناه، لو عارف الحوار ده فانت حبيبي والله العظيم، انت اكيد واحد بتعمل لي لايك. خد. المهم يعني انا مضايقني قوي البراند دول بصراحه، ما اكذبش عليك، اللي هو زميلي بص بقينا فين، فانوس من غير الجين. وحتى لو اتقالت من غير الجني فبرضه يعني المعنى واصل لي يعني حلو، بس الجين دي مش واضحه لي في التراك اصلا، ما اكذبش عليك، فعشان كده مضايقاني. مش اللي هو حنيكه فارغه بيني وخلاص، بس مضايقاني. والله مضايقاني قوي. تهت وسط النجوم، الاحلام ما بقتش تجيني. هنا هتلاقي مروان بابلو تاه وسط النجوم، لا وكمان الاحلام ما بقتش تجيله. الراجل بقى حلم الناس بتحلمه، فهو بالنسبه له خلاص يعني عدى مرحله الاحلام، وانه تاه وسط النجوم فبقى واحد منهم. سجاره مش بتهدين، والاوبشن ان اموت التانيه الندله مدي الشغله ما بقتش تفاريح. مروان بابلو خد معارك وخد حوارات كتير، وخد يعني معارك كتير، تمام عادي. فالراجل وصلت بيه انه لو هيمد ايده لاي حد لا عادي انه يموت، مع انه لو فكر فيها كويس، لو فكر فيها كويس هلاقي ان يمد ايده احسن ما يموت، يعني بالعقل يعني فكر فيها كويس. بس زي ما انت فكرت فيها فوق كويس ولقيت ان الانتحار مش هيفيدك. تخيل انت واحد فكر وقال لك الانتحار مش هيفيدني. الحمد لله did it. مش مضطر اغني وانا لساني عوي. المهم بيكمل بيقول لك شغل ما بقتش تفاريح، لا بقت شغل يعني. بعد كده بيقول لك اي ديد ات، الحمد لله اي ديد ات. انا اسمعها في التراك ديد ات، انت فاهم؟ ده واحد قال ده زي كده ده او بيتهته في الكلام ده. الحمد لله الراجل اللي كاتبها تحت في الليركس، يعني كاتب الكلمات، فالحمد لله يعني الراجل كاتب الكلمات، لان بصراحه من غير الراجل ده انا كنت هتسوح. انا كنت سامعها ديد ات يعني كانه ده الحاجات دي. جابن دوين مي وعمرها ما تأزمت، احنا غنية من قبل ما نجي في المزيكا شيلين. وخلاص كده انترو خلص وعادي ومفيش اي حاجه حصلت، والراجل ما انتحرش الحمد لله زي ما كان بيطلع يقول. يعني بقى انت فاهم عادي، تراك حلو، هو تراك حلو، بس بصراحه البيت بتاعه فاجر، ما اكذبش عليك يعني التراك حلو بس البيت فاجر، البيت في حته تاني خالص. ولكن شئت ام ابيت اللي عمل التراك مروان بابلو، فشئت ام ابيت التراك في الترند غصبا عن عينك، يعني عشان تبقى فاهم. بتحبه ما بتحبوش، بتعزه ما بتعزوش، ما تكوش. المهم يعني الراجل ده ناجح وهيفضل ناجح، بس ده كل حابب اقوله، وكان الله في العون. وما تغيبش، انا اتمنى انه ما يغيبش يعني بصراحه. انا اتمنى لو مروان بابلو بيتفرج على الفيديو ده انه ما يغيبش، يعني ما تحاولش. انت فاهم؟ انت عندك اقباليه كتيره وعندك جماهيريه كبيره جدا في مصر. انا عارف ان انت يعني عارف ان انت ممكن، انا عارف ان بقول لك كده
مش هديها، والله العظيم ما اقولها، والله العظيم ده حاجه وسخه، انا مش عارف اتكلم اصلا. فبس يا زميلي اللي عندي كده خلصنا الفيديو، ويعني ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، الحاجات الحلوه دي انا بروق عليك بالفيديوهات، روق عليا باللايكات والسبسكرايبات. سلام، شوف اسف الجحيم تاني، يلا سلام.